يا أهلا يا أهلا يا أهلا. إيه اللي بيخلي الناس سعيدة؟ أول حاجة وحشتوني. تاني حاجة قبل ما نبدأ القصة إيه اللي بيخلي الناس سعيدة؟ عايزة أحكي لكم قصة بقى، قصة تانية بقى مختلفة خالص. في راجل غني قوي، والله كان في راجل غني قوي، كان رجل أعمال بقى. عارفين الناس اللي هم يخشوا في مسلسلات رمضان ويقول لك أنا لو اتقفشت مش لابسين روب وماسكين سيجار وبتاع، أنا لو وقعت مش هقع لوحدي. واحد بقى من الستايل ده. الراجل ده كان غني غنى شديد فاحش، بص لنفسه اكتشف ان هو مش سعيد، مش مبسوط، عنده كل حاجة بس مفيش حاجة ممكن يجيبها تاني، بس حاسس ان هو مش مبسوط. كل ما يلاقي نفسه متضايق يجيب حاجات غالية زيادة، عربيات، فيلل، هدوم، سفريات، اي حاجة بيجيب كل حاجة وبرضه مش مبسوط. فقري. فضل ماشي على شط البحر يفكر في السبب لحد ما لقى راجل عجوز حكيم. ومعرفش ايه علاقة الراجل العجوز الحكيم بان هو دايما قاعد على البحر في كوخ وقاعد في حتة كده في الفراغ. قعد معاه وقال له على مشكلته، قال له انا مش سعيد، ما تعرفش الاقي السعادة فين يا ابني؟ فالراجل الحكيم قال له فوت عليا بكرة وانا هلاقي لك السعادة. الراجل الغني سمع الكلام، تحس بقى ولا وراه فيلا، قصه بقى خياليه، امشي معايا امشي معايا. تاني يوم راح للراجل الحكيم عشان يلاقي السعاده، ولما وصل لقى الحكيم بيدور على حاجه بره الكوخ بتاعه. فقال له خير، انت بتدور على ايه؟ قال له الخاتم بتاعي ضاع. فقال له ومش لاقيه. فقال له طب يا عم دور عليه، انت ضيعته فين؟ قال له ضيعته جوه الخيمه. قال له امال بتدور عليه بره الخيمه ليه؟ قال له عشان الخيمه ضلمه. قال له طب انت ضيعته جوه الخيمه وبتدور عليه هنا؟ فقال له يا عم اصحى، ما انت بتدور على حل لمشكلتك مش في مكانها. الراجل ابتدى يفكر كده، قال له انت عمال بتدور على حاجات تسعدك وانت ما بتعملش حاجه تسعدك، بتدور عليها في حته تانية غير اللي انت المفروض تدور عليها فيها. فالحكمه بقى من الموضوع ده كله ان انت ممكن تسعد نفسك بحاجات بسيطه وتحت ايدك او تحت ايدك. وهي دي الحلقه بتاعتنا النهارده، ان معنى السعاده هو ايه؟ معنى السعاده سؤال عظيم وعميق وكبير، ناس كتير بتدور عليه من زمان بس مش لاقيين له تفسير، لان السعاده مختلفه من شخص لتاني. ممكن حاجه تسعدك ما بتسعدنيش خالص. القصه اللي فوق دي مش معناها ان الفلوس وحشه، الفلوس صحيح ممكن ما تحققش السعاده ومش هتمنع عنك الحزن والكآبه، بس يا سيدي اديني الفلوس انا هروح احزن واكتئب في المالديف، فيبقى كده كده اكتئاب، بس على الاقل اكتئب في حته نظيفه. انت فاهم قصدي؟ انما الغرض من الحلقه دي ان انت تفتشي جواكي عن انت عايزه يعني عايزه تتبسطي ازاي؟ ايه اللي مخليكي مش سعيده؟ طب ايه اللي ناقصك؟ ايه هي السعاده بالنسبه لك؟ اوعي تفتكري ان السعاده ليها كتالوج وان لازم تمشي على الخطه اللي غيرك مشي عليها عشان يبقى سعيد. كل واحد ربنا خالق له نسخه ملوش شبيه. كل واحد فينا طموحاته، احلامه، تجاربه، جيناته، بيئته، كل حاجه. كل انسان ليه كتالوج للسعاده. اللي يسعد ايناس صاحبتك ايناس صاحبتي ولا يفرق معايا. وتيجي تقول لك هي لو لقيتك سعيده، ايه يا بنتي العبط اللي انت فيه ده؟ يعني هو بالنسبه لها ايه الهبل اللي انت بتعمليه؟ سيبك بقى من ايناس وتعالي لي. دي بقى نصيحه واحده يعني هتجيب معاكي من الاخر عشان تحققي السعاده. رقم واحد، ايه الهدف؟ ايه الهدف اللي انت حطاه اللي هيحسسك بالسعاده؟ مفيش حد هيحس بمعنى السعاده وهو قايم من النوم الصبح كده، جاتلك الفوقه بقى الصبح تمام وانت مش عارفه هتعملي ايه. طب ايه اللي هيبسطك؟ بقيتي عباره عن روبوت، كل شويه عندك حاجات مطلوب ان انت تعمليها، شغل، غسيل، تطبيق، ترويق، تدفعي كذا، فلوس جمعيه، تعيطي، ينكدوا عليكي، تنامي، تذاكري، روبوت شغال. طب وبعدين انت شاطره وبتعملي كل الالتزامات اللي وراكي 10/10، نجمه بوب، انت بقى فين؟ انت عايزه تعملي ايه؟ ايه الهدف اللي هيفرحك حقيقي ومش هتحسي بالسعاده غير وانت حاطه الهدف ده قدامك وبتقولي اهو انا رايحه له؟ ما هي دي السعاده،
ان انا عايزه احقق حاجه. الاهداف دي ليها نوعين، نوع عام وكبير قوي وممتد، ونوع صغير ومحدد. يعني اهدافي النهارده مثلا ان انا اقضي وقت مع نفسي. هدف العام ده يعني هدف محتاج مننا خطوات كتيره قوي ووقت عشان نحققه. تعملي دكتوراه، عايزه تطلعي اشهر دكتوره في مجال كذا، فانت ده محتاج دراسات بتشتغلي عليها، محتاجه تخلصي الجامعه عشان تشتغلي في المجال الفلاني، عايزه تعملي قناه على اليوتيوب مثلا بيتابعها ملايين وناس كتير تحبك، مش هتقومي الصبح تنفذيه. ابدأي بقى واشتغلي واحده واحده. فده انا شايفه هدف بعيد وكبير انا بحققه واحده واحده. طيب بس في حاجات تانية اهداف صغيره ومحدده، كل يوم بلاقي ان انا بحقق جزء من الهدف الكبير والحاجات الصغيره. يعني مثلا لو انت كاتبه صفحه في رساله الدكتوراه بتاعتك النهارده، فانت رايحه للهدف اللي انت رايحه له، عملتي فيديو فرحانه بيه قوي عشان هتعملي القناه بتاعتك اللي عايزه تبقى عليها ملايين، نظفتي مطبخك، انجاز والله العظيم انجاز. البوتاجاز اصلا ما بنشوفوش من كتر اللي عليه، فدي انجازات انت مش متخيله. انت ممكن يبقى يومك كئيب بسبب ان شقتك مش نظيفه. كلمتي ناس قديمه بتحبيهم في التليفون، ده هدف صغير. نفسي اتواصل مع الناس، نفسي اكلم حد صوته وحشني، نفسي اشرب كوبايه شاي بلبن وسقسق فيها بسكوت. هدف انا، ده تارجت. انا ساعات بيبقى التارجت انيم العيال وكوبايه الشاي اللي فيها السقسقه دي، يا حزني على الجمال والحلاوه. ده هدف رائع وسامي وفظيع. اما بتعملي الحاجات الصغيره دي بتيجي قبل ما تنامي تقولي انا انجزت. شفتي الهدف اللهبل اللي انا بقولك بتاع كوبايه الشاي بتاعت السقسقه؟ بيحسسك برضا نفسي فظيع، ممكن يخلي ليومك معنى، وان انت حققتي جزء من اجزاء سعادتك اللي انت مفتقداها. كمان الاهم من تحقيق الاهداف ان يكون اصلا الهدف في الطريق اللي فعلا يحقق لك السعاده. يعني ممكن تكون واحده حاطه تارجت انا عايزه ابقى دكتور، بس انا لما فعلا هبقى بعمل كده، او زي الشخص الغني اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، هو فعلا غني وعنده فلوس كتير وعنده كل مسببات السعاده، بس مثلا هو سعادته في ان هو يقعد جنب الراجل التاني الحكيم اللي هو احنا دايما رابطين الحكمه بالفقر، معرفش ليه، وقاعد بيصطاد مثلا. انا مش عايزه اعمل حاجه، انا عايزه انتخ، عايزه اتفرج على التلفزيون. هي دي السعاده. انا مش محتاجه اشتغل، مش محتاجه ابذل مجهود، دي ممكن تبقى سعاده. فلو معاك فلوس تكفيك وهي دي الانبساط ان انا انتخ يا باشا، انتخ يا ست الكل. سيبك بقى من الفرهده وتحقيق الذات، وفي ناس سعادتهم في الكلام، انت سعادتك في انتخي. الخلاصه في سنتك الجديده قرري انك هتكوني سعيده بالطريقه اللي تناسبك انت، مش تناسبني انا ولا المجتمع يشوفها ان هي مناسبه. طز في اي حد، انا هحقق اللي يبسطني. وهو ده فعلا معنى السعاده. ومعانا ضيفه النهارده حلوه قوي في الحلقه هتتكلم على الحته دي، او انا مستضيفاها عشان هي بتحقق السعاده من منظورها. فلو اكتشفتي في النهايه ان السعاده مش فلوس، السعاده بالنسبه لك مش هي الفلوس، هاتيهم بقى. انا سعادتي في الفلوس، وروحي انت بقى دوري مع الراجل على الخاتم بره الكوخ، انا مش قضيتي. اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من هايله. روحوا الفاصل وارجعوا لي تاني ندور مع بعض على السعاده. واحلى بصوا، احلى فقره في حياتي، ولما حبيت اعمل شغل او بيزنس قلت انا هشتغل في البارفانات، وعملت البراند بتاع هايله، وعملت البرنامج بتاع هايله. ليه هايله؟ عشان لما الناس تشمها تقول ايه ده، هايله، الريحه الجميله دي، هايله، فظيعه، جامده كده، ليطوني وزروطوني. النهارده هنتكلم عن احلى بارفانات رجالي وحريمي ممكن تجربيها في حياتك. في حاجات منهم شتوي تخليكي تحسي بالفخامه والضخامه، وفي حاجات منهم تنفع صيفي وتنفع شتوي. هقول لكم نبتدي الاول بالبارفانات الرجالي. ليه البارفانات الرجالي؟ لان احنا كستات نحب شم ريحه، يخش كده يعني تبقى حاجه من ريحته، يعني لا هو موجود ولا ريحته فاحنا نشم ريحته بقى. فالبارفانات الرجالي على فكره، انا مثلا انا كست انا بحب اشتري او اخد بارفانات رجالي. هتقولي ده البراند بتاعك، اقول لك اه ما البراند بتاعي فانا باخد منه ببلاش، بس انت ممكن تشتري وتشميهم على جوزك. احلى بارفانات رجالي دي انا بأطلق عليها بارفان الراجل التوكسيك. ليه الراجل التوكسيك؟ الراجل الجاحد، الراجل المفتري. ليه الراجل المفتري؟ لان دي هتشميها
لا 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 لا, لا يا استوديو، لا لا لا، خدوا 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 خدوا. جاحد، هو هيخش مغناطيس يا بت، اكوام اكوام، كل الستات هيتجمعوا، فلازم يبقى توكسيك، يعني راجل مقبره الحريم بيجمع الستات حواليه من كتر الريحه الفظيعه. فده انا مش هقول اسمه، اطلبي مقبره الحريم، اطلبي بقى برفان الرجل التوكسيك، برفان الرجل الجاحد. هو ده كده شكله، تروحي تطلبيه وتقولي من هايله انا عايزه الجحدان اللي على اصوله. رائع رائع رائع. احنا هنا في هايله يا جماعه بنعمل برفانات سيم لايك البرفانات اللي هي العالميه المنتشره، شبهها بس بكواليتي وثبات وفوحان يفوق البرفانات الاوريجينال، وده تحدي. في ناس خدوا من امريكا وناس خدوا من استراليا، يعني في على مستوى العالم. انا عندي ريفيوهات من ناس بره مصر، ودي بتبقى الاكثر صدقا، لان هم عندهم الاوريجينال اللي ما فيهوش امكانيه ان هو يبقى مش اوريجينال، هو الاوريجينال هناك اوريجينال ما بيهزرش. فانا بتقارن بيه وبيتقال لي انت ثباتك اعلى، انت الكواليتي بتاعتك احسن، انت بتقعدي في الهدوم بالاسبوع. انا في برفانات يعلم ربنا بتقعد بالاسبوع، يعني دي اعتقد هي سكيب، دي من البرفانات الحريمي. تعالي ننتقل بس زي اليويو كده اوديكي واجيبك تاني. دي من البرفانات الحريمي اللي يعلم ربنا بجد اسبوع مش اقل ما بتطلعش من الهدوم. روحي وتعالي على الدولاب، انت حولتي اي قطعه، طبعا دي حريمي فانا هرشها على نفسي، والرجالي عادي برشها ما بيفرقش معايا، انا صاحبه البراند يا بت. لا لا. طيب دي بقى المحبي ايه؟ تعالى بس نتكلم. البارفان الاولانيه دي لمحبي البارفانات، طبعا دي رجالي، لمحبي البارفانات اللي داخل فيها خشبي، دي اللي داخل فيها خشبي، اللي بيحبوا الريحه الخشبيه شويه. دي بقى لمحبي البارفانات الفلوري الشجري الخشبي. 3 في 1 معانا، 3 في 1 قويه جدا جدا، ثباتها بقولك بالاسبوع ما فيهاش كلام. دي اسمها سكيب، من احلى البارفانات واثبت واقوى البارفانات. بصي هعرش 20,000 بارفان وهتلاقي اللي مغطيه عليهم كلهم، عشان كده ثباتها طويل قوي. دي رجالي هتغطي عليه، حريمي داخله اي مكان، انت داخله كل الناس بتبصلك، اللي هو كانك دخلتي بالظبط كده، انت داخله ريحتك سابقاكي، ماشيه من المكان ريحتك قاعده، دي ما بتهزرش. طيب معانا من الحاجات الرجالي، نرجع تاني بقى للرجالي، مش انا قلت لك هوديكي واجيبك على طول. دي مش عايزه اقول لك، يعني لو واحد عاوز يخش ارتباط يبهر واحده، يخليها طول الوقت قاعده عامله له كده بتنظر له بنظرات حب وحنان، دي ليه بقى؟ لان هي طول الوقت بحبك، الله عليك، ايه الريحه الجميله دي، ايه الراجل الفظيع كده. طول ما انت قاعده وشماها، انت فعليا شم ريحه راجل محترم، ريحه راجل نظيف، ريحه برنس. عارفين الناس اللي بتوع الكومباوند اللي بينزلوا بالجزمه الاول من العربيه ويقول لك البرنس جه، الباشا وصل؟ دي خطيره خطيره، دي برفان الراجل الشيك الكلاسي بتوع الكومباوندز الفظاع. لا 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 لا. انا يا جماعه عيشوني في الاجواء دي، عيشوني مع الناس دي. يعني ليه ما بنشمش ليه نبقى راكبين المترو وشامين الناس وهي عامله كده؟ طب ما ترشوا هنا حاجات وترشوا هنا حاجات وتروقوا على نفسكم. تعالوا اشتروا من هايله، هاتوا برفانات حلوه، عطروا حياتكم، يعلم ربنا مودك هيختلف يا بنتي يا بنتي. سيبك من الحياه الكئيبه اللي انت عايشه فيها، بختين وبس، مش هو كان بيقول كلمتين وبقى، لا، بختين وبس. هتحبي اللي قدامك، هتحسي بسلام نفسي وهدوء وراحه نفسيه. لكن ان انت بقى ايه، قاعده ريحتك توم، شعرك مش عارفه ريحته، ايدك ما اعرفش ريحتها ليه يا بابا، عايشه في السواد النائح ده؟ ما تيجي اهو قدامكم اهو. نروح للستات بقى. ده برفان الكعب العالي، برفان الستات. بصوا انظروا الى جماله، انظروا الى شياكته. بصي في صرف جامد والله، البراند انا صارفه ومكلفه، الازازه، الشياكه، الزعروره، شفتي الزعروره اهم من الازازه. دي بقى
بتوازي في البرفانات العالميه نوع شكله على شكل كعب جزمه او جزمه بكعب. طب ده يدل على ايه؟ عارفه اغنيه مسيطره، همشيك مسطره، هخليك مش عارفه ايه تبص لورا؟ دي الست القويه ده برفان الست القويه المفتريه. ليه؟ هقولك. داخلين على مخمضه. لو انا بضيع الفستات ليه؟ ما ده حريمي، ما ده حريمي. ما هو لازم تبقى مسيطره، ما هو طالما انت حاطه فخامه. اعمل كذا عينيا يا روحي، اعمل. ما هو شامم حاجه حلوه في حياته. تومك وبصلك في مطبخك، خلصي انطري، خشي خدي شاور، انضفي، رشي، بخي، خلاص حياتك اختلفت. ليه عايشه في السخام ومعيشانا معاكي كلنا في السخام؟ دي برفان الست المسيطره، برفان الست الاسطوره، الكعب العالي، تحسي ان في ليدي داخله عليكي، فتقولي له اعمل حاجه فيحس ان في مش واحد، مش عكشه صاحبه قاعد معاه على القهوه. تمام. لو ما واصل لكم يا ولاد الريحه الحلوه اللي في الاستوديو. انا باجي اعطر الاستوديو، طيب، من البرفانات الاكثر مبيعا بقى في هايله، ده البرفان ده بتاع هايله اهو. ده انا لما حبيت اسميه حاجه سميته ايفو، ملكه البرفانات طبعا اللي هو انا، يعني ايفو سكسي ليدي. ده الاكثر مبيعا عندنا في هايله. اوكي، طب ايه نوعيته؟ هو طبعا حريمي، فلوري، شجري، خشبي. رائع رائع رائع. بصي ايا كان ذوقك بقى هو هيمشي معاكي، يعني لو انت مش عارفه ذوقك ايه ومختلفه على ذوقك ده، يعني سو كلاسي، هيحطك في حته وفي مكانه مختلفه انت مش فيها اصلا، بس احنا هناخدك نحطك هناك، نشمه مع بعض عشان اعرف اتكلم بقلب، يعني فاهمه؟ انا احب برضو ما اعرفش ليه كده. اوه 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 شراشيبك اللطيفه. برفانات بقى، تعالوا. لا 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 لا، انا واصل لكم ده ولا لسه ما وصلش؟ روح يا ابني، روح يا حبيبي، روح 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 روح. ابداع، اختلاف، بذمتك انا حاسه، بص السعاده، بص بص المصور عامل في حاجه مختلفه دخلت على المكان، في ريحه حلوه هجمت على الناس، مش داخله اف اف اف، يعني لازم. بص كل اللي داخل مبتسم، هو ده اللي بيعمله البرفان شامم، صح؟ شامم. بذمتك الاستوديو عامل ايه؟ انا بتهيألي اول مره تشم ريحه الاستوديو عامل كده. ده اسمه ايفو سكسي ليدي، ما تذاكريش ورايا، روحي اطلبي ايفو سكسي ليدي. ده بقى ايه؟ بتاع ليله الخميس المفترجه، عايزه تقعدي قاعده حلوه مع جوزك، يقول لك كلمتين حلوين، فلازم يبقى شامم جمدان عشان يبتدي يبدع. اديله مكان للكرييتيف، اديله مساحه انه يقول حاجه كويسه. تمام، ما هو لما يشم حاجه كويسه اهو الراجل قاعد لا بيه ولا عليه، تعالي كده اهو هو كده. هو ده بقى، ده اسمه ايفو سكسي ليدي. هنوضح ايه اكتر؟ مفيش توضيحات اكتر من كده، احنا برنامج مؤدب ويعني لينا تفاصيل. طيب، لمحبي الاعواد، فكرك ان انا هقول لك ان ده حلو، استغفر الله العظيم يا رب، ما بطيقهوش. هو البراند بتاعي وببيعه، بيلزق يابا، يخرب بيته، رياكشن وشي مجرد ما فتحت الغطا باظ. تمام، بعيد بقى، بعيد. البرفانات اذواق يا جماعه، فانا لما اقول لك ان ده قوي وريحته قويه وتغم وتفتح النفس، لو هو ذوقك هيعجبك قوي. لو انت بتحبي الاعواد هاتي ده وامشي ورايا وما تفكريش. روح لهم ما تجيش، استغفر الله العظيم يا رب، حد الله، انا بسوق سمعه البراند. لا، هو اشتروه للي بيحب الاعواد، بس ما تقربوش مني، الريفيو بتاعه بيجي على صحتي وعافيتي، ما بحبوش. معدتي اتقلبت، استغفر الله، هرجع في وش لا 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 لا, لا لازم اه لا استنوا بس، لسه الريحه موجوده يا ولاد، لسه الريحه موجوده. ماشي، الاعواد موجود، عود بوكيه، عود
منسره روز فانيليا، يا لهوي يا لهوي، يومي بيبوظ لما بجيب سيرتها مش برشها. الحاجات الاعواد دي يا جماعه بيبقى اغلى من كل الانواع، مبدئيا هي اغلى من كل الانواع اللي موجوده دي، رقم مختلف خالص، بس هي اذواق. انا ست بتاعت الشقه، احب الفلوري، احب الشجري، العود لا. لا دي بقى، دي برفان الراجل النحنوح. تامر حسني لما يقرب من حواجبه كده، عارفين الرياكشن ده كده، ويجي بقى عارفه الولد العبائي كده، دي بقى كده، دي كده، دي برفان. لو انت عارف اللي عندك مراهقه متاخره، ارقع دي هتجيب معاك من الاخر. دي بقى بتاعت البنات الصغننين. هي يعني دي كانت تنفعني وانا مثلا ايه، عشرينات، اندر ايدج، لسه في الجامعه واقفه في ممر جيمي، فواحد يعدي اقول ايه ده، ايه ده، بصي الشاب الجميل ده وضارب السبايكي وبتاع، هو ده نحنوح بقى في نفسه بقى، عامل نفسه الشاب الروش بتاع الجامعه. ايوه دي ارقع دي، هتجيب معاك من الاخر لطبقه الجامعه مع الايدج لا مش هتنفع، مش هتجيب. تاخدي بقى الجاحد دي الجاحد، ودي الولا النحنوح. تمام، عرفنا كده الانواع، عرفنا هنطلب ايه، كل واحد يطلب المناسب ليه. انا مش لازم اقول لك الاسم، تطلبي المناسب ليكي، واطلبي لجوزك المناسب ليه، واطلبي للشاب اللي معاكي في الجامعه اللي انت شايفاه كده. الجاحد، لا الجاحد لا يا مخرج، لا يا مخرج، الجاحد ده انت لازم تشمها اصلا. ايه تاني، لا استنوا، لا في حاجات. اوه دي بقى الناس اللي بتحب البرفانات الشجري، الستات اللي بتحب البرفانات دي النحنوح، دي شجري على فكره، رجالي شجري، للناس الرجاله اللي بتحب الحاجات المسكره هي. ويا لهوي دي، بس انا دي بحبها، انا مش اندر ايدج بس بحبها يا بت. دي واحده اسمها الترا ميل، يا خرابي يا خرابي. لا تحسي ان هو عمرو دياب، لا مش تامر حسني، مش تامر حسني لما بيعمل عمرو دياب، شيك وانيق وكبير وواخد باله من نفسه. اهي دي بقى تجيبيها بقى للشاب اللي هو يعني في الخمسينات بس شاب شايف نفسه، هي دي بقى. طيب بالنسبه لدي، لمحبي البرفانات الشجري، فاكرين دي اللي بتلزق وما بتطلعش؟ بنتي كانت نازله قدامي على السلم، تمام، وحاطه دي، وانا يعلم ربنا نازله بقول لهم يا جماعه في مين حد معطر السلم، هو في حد راشش يا جماعه، حد كان، انتوا كنتوا نازلين بازازه برفان ورشين، انا مش فاهمه في ايه، السلم لحد ما نزلت انا 4 ادوار، الاسانسير كان عطلان اصلا، فانا شم ريحه عماله شم دي بنت نازله قدامي، الريحه كانك فواحه ماشيه عماله تطلع في ريحه، فبقول في ريحه قويه، طلعت دي سكاندل في ترجمه انيس عبيد معناها فضيحه. فانا مش محتاجه افسر لك دي ماذا تقول وماذا تفعل. دي بقى للناس اللي بتحب البرفانات الشجري، عرايس عروسه ليله الدق، الحاجات المفترجه دي سكاندل. ايه تاني يا ولاد؟ برفانات كتير. بصوا انتوا تخشوا على البيج بتاعت هايله، او على الرقم اللي انتوا قدامكم ظاهر على الشاشه، على الواتساب، لان الرقم ده غالبا مش هيجمع غير على الواتساب، تقولوا انتوا ذوقكم ايه، اوعوا تطلبوا بناء على الريفيو اللي انا بعمله. يعني انا زي ما جيت قلت يا على الاعواد، انت ممكن يكون ذوقك اعواد، فكل اللي انا قلته تقولي عليه يا. قولي لهم انا ذوقي كذا، اخد ايه، هيقولوا لك كذا وكذا خبراء استراتيجيين في فن الفس، فانت تقولي لهم انت محتاجه ايه، وهم هيرشحوا لك احلى حاجه في الدنيا، سواء حاجات هايله او الحاجات اللي هي سيم لايك الحاجات العالميه، هيرشحوها لك بكل امانه. الحاجات الكواليتي بتاعتها، مش الكواليتي، الثبات بتاعها، لان في برفانات ثباتها اقل من اللي انا بتكلم عليها، وفي حاجات ثباتها قوي جدا، ده بناء على الاوريجينال بتاعها اصلا خفيف، فانا مش هعمل لك حاجه اقوى من الاوريجينال بكتير، هي اقوى من الاوريجينال بساعه، ساعه ونص، لكن في الاخر في برفانات خفيفه وبرفانات تقيله، فانت اطلبي المناسب ليكي بناء على وجهه نظرك انت. احلى فقره محببه، انا لو فتحت كلام في البرفانات ما بخلص، بس احنا ممكن نروح لفاصل ونرجع بقى، كنت شميت كل الانواع دي يا ولاد، روحوا الفاصل وارجعوا لنا تاني. نشرة اخبار الستات تقدمها اليكم ايفون نبيل الشهيره بام ليلي كيداهم، ونستهلها بالمواعيد، نستهلها باهم الاخبار.
لا زالت أنباء ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب من الطبيب تامر سليم تتصدر مختلف ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها لم تكذب الخبر نهائيا، ولكنها أشارت إلى أنها فقط لا زالت في شهور العدة ولا يمكنها الارتباط رسميا في الوقت الحالي. جاءت شائعة ارتباط شيرين والطبيب تامر سليم بعد ظهوره معها في جميع حفلاتها الغنائية والمناسبات والحفلات العامة والخاصة، وكان أول ظهور رسمي يجمعهما خلال ليلة رأس السنة بدبي برفقة الفنانة نجوى كرم والمطرب جورج وسوف، كما زعم البعض أنها حرصت على تعريفه وسط أصدقائها المطربين على أنه خطيبها، الأمر الذي هنأتها عليه المطربة اللبنانية نجوى كرم عندما قابلتها في كواليس الحفل حسبما ظهر في الفيديو المتداول للثنائي. وحتى الآن لم تفصح مريهان حسين عن أسباب انفصالها عن الطبيب تامر سليم. جدير بالذكر أنه أثناء الأزمة السابقة لشيرين مع أخيها وحسام حبيب وجهت مريهان رسالة خاصة لها عبر الانستجرام، حيث قالت: بنحبك، بنعشقك، هنفضل نحبك يلي مفيش زيك، وزي ما قلت لك في المسرح أنا يا شيرين أنت شيرين حبيبة الكل. وأضافت: ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شيء أو شخص بيأذيكي، ربنا يحميكي ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل. اهي رجعت، ولكن من الواضح انها قامت بحذف المنشور بعدما حدث مؤخرا، وده يدل على ايه؟ الله اعلم. احنا كنشرة ما نحبش نتدخل في حياة حد الشخصية، ولا نجيب سيرة حد، ولا نقول مين خطف مين، ولا مين مع مين، ولا مين ساب مين، ولا امتى. دع الخلق للخالق. احنا ماشيين بالمبدأ بتاع دع الخلق للخالق، بس لو حد جاله خبر كده ولا كده يكتب لنا في الكومنت، الفضول هيقتلني. وعطفا على الخبر السابق، وواضح انه سيزون الارتباط، تصدر خبر خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كشفت المخرجة بتول عرفة عن بداية قصة الحب بين الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي. وكتبت بتول عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: بعد شهر من فرحي كلمتني روح قلبي وقالت لي فرحك كان سبب في فرحة قلبي. وتابعت مي: كنت واقفة في فرحك حرانة، راح بقى الشاطر محمد راجل كجنتلمان اداني مروحة كانت في ايده عشان تهوي وتلطف الجو بس، ومن هنا اتعرفوا على بعض والجو بقى لطيف على الاخر وبقى كله هنا وحب. يا اختي ما الارتباط سهل اهو، هوي عليها تكسب عينيها. أقامت سيدة دعوى خلع من زوجها بعد 60 يوم فقط من زواجها، وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من أجل تخلصها من الزوج، لأنه منذ زواجها وهو يسخر من أنها رفيعة، وكلما رآها سخر من نحافتها. جو بقى يا ام عرقوب وشركه القصب عاوزه زعزيع الجو الفاكس ده. انت بتقول يا عم ده بيدفع فلوس كتير، اشفطي وشدي وانحتي وافحتي في ايه؟ بس نقول ايه؟ جوه وبره فرشتلك وانت مايل، وايه يعدلك؟ وفي قول اخر: وايه يعجبك؟ عاوزها كيرفي ما تاخدها كيرفي، لكن جو خدها بطه وزغطها انت ما تلاقيش. افتتح احد المكتئبين مطعما جديدا في اليابان، وقرر الراجل أن يكون هذا المطعم للمكتئبين والحزانة فقط، وقال إنه صمم هذا المطعم لأنه مكتئب ويريد أن يكون له ولكل الحزانة القرفانين من العيشة واللي عايشينها مكان يلمهم. فمثلا يوجد لافتة مكتوب عليها: هذا الجزء مخصص للسلبيين فقط، كما أنه أنشأ قائمة عصائر وأطعمة خاصة بالمكتئبين، ولكن أسمائها طويلة وكئيبة بالطبع. فهناك عصير بعنوان: في عيد ميلادي أرسلت لي أمي ثمرة بطيخ ولم أتجرأ على إخبارها إني أصلا ما بحبش البطيخ، ده اسم العصير والله. وكل عصير على اسم حاجة تجيب اكتئاب أكتر من اللي قبلها. طبعا المطعم ده لو اتفتح في مصر هتلاقي الست من دول داخلة تطلب من الويتر بكل الشياكة: بليز لو سمحت اديني مشروب. طلعت فوق السطوح هز الهوا كمي، كل البنات اتجوزت وانا كنت عند امي، يا ريتني يا ابني فضلت ما طلعش عين امي، في المحكمه اتمرمط واتحرق دمي، لا طلت فوق ولا تحت ورجعت عند امي، دعوة ولي عليكم الهي تتسمي. معلقتين سكر بس بسرعه لو سمحت. ظهرت دراسة جديدة تثبت أن الكلاب لا يمكنها كشف اللصوص فقط، بل إنها يمكنها معرفة الأشخاص التوكسيك في حياة أصحابها، بمعنى الكلب بواسطة الشم والرؤية ومتابعته لبعض المواقف يمكنه تحديد من الشخص الأمان ومن الشخص التوكسيك القاسي الواطي الذي يتعامل مع صاحبته بقسوة وعنف وعدم احترام واهتمام.
يعني عديمه الفهم منك ليها، الكلب فهم التوكسيك وانت تسيبي الناس كلها وتقولي هو ما خدوش الا هو. اتعلمي بقى. اتهم زوج مصري زوجته بتبديد أمواله التي كان يرسلها من عمله في الخارج على عمليات التجميل، وقال أن الأموال بلغت 1,050,000 جنيه. 1,050,000 جنيه تجميل؟ ليه يا حاجة؟ ده انت بتشطبي شقة ولا بترمي عمدان ولا بتعملي فيس اوف؟ طب يا مدام فييسه كده، ما يا بت روقي على نفسك، بس مش بالطريقه يا بت. ده انا لما باخد ازازه برفان من البراند بتاعي بتاع هايله ايدي بتتمد على الثانيه الثالثه ببتدي احس بتنميل في ايدي. ايه ده؟ حرام عليك يا شيخه. وبعدين انت هتتجملي لمين دلوقتي؟ انا عايزه اعرف انت هتتجملي لمين دلوقتي؟ ما اصلا الراجل اتجلط من عمايلك. كل سنه وانت طيبه بقى. وإمعانا في أخبار الستات القوية المفترية، أقام زوج دعوى إسقاط حضانة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بالرؤية لصالحه طوال عام و3 أشهر، ورفضها كافة الحلول الودية. ليؤكد: زوجتي شهريا تتقاضى مني مبالغ نفقة 46,000 جنيه وانت مرتبط، وبالرغم من ذلك تمنعني من رؤية أطفالي ورعايتهم، وأثبت استيلائها على المنقولات والمصوغات واتهامي باطلا بسرقتهم. أوه لا. وهو ما أصابني بضرر بالغ جراء أفعالها وعنفها المتزايد ضدي. ست أوفر. طالبت بحقوقي. حلت امك يا ابني، والله صعبان عليا. بعد رفضها تنفيذ احكام قضائيه برؤيه الاطفال، واثبتت الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، لاعيش في عذاب بسبب تحريض عائلتها لها على ايذائي، ورفضها حل الخلافات بيننا، وطمعها في الاستيلاء على المزيد من النفقات. ست قويه ومفتريه. 46,000 جنيه نفقه. حضرتك مرتبط؟ خلصت اخبارنا، نروح لفاصل وارجعوا لنا تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويعني ايه السعاده؟ ونلاقي فين السعاده؟ لما حبيت اتكلم عن السعاده بصيت حواليا كده. انا متابعاها من اول ما بدات تقريبا، او بعد ما بدات بحاجات بسيطه. يمكن مش اغنى واحده في الدنيا، يمكن ما عندهاش كل حاجه في الدنيا، بس بتدور على السعاده اللي هي عايزاها. وده معنى الحلقه. السعاده قلنا مش في الفلوس بس، لو معاك فلوس زياده ممكن تدهني عادي، مفيش مشكله. معانا الست اللي انا بحبها وبحسها جميله قوي 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 قوي، ولاء عبد الله، او الشهيره يعني بالشيف زوبه اللهلوبه. منوراني حقيقي فعلا. يخليك يا حبيبه اختك. ومعايا احد اسرار سعادتك، او الجزء اللي انت بتعمليه عشان يسعدك. معايا نورة عيد. منوراني يا نورة، يعني برحب بيكي يا شيف زوبة. انا بدأت معاكي من ايام ما كنتي بتتكلمي عن حاجات كتير وحشة قوي في حياتك، وعندك طاقة ايجابية، والناس قعدت تتريق عليكي على ايه ده بتتكلم بطريقة وحشة، وانت اصلا كان عندك غلطة. قولي لي ازاي كان عندك سعاده ورضا وبيتك كان فاضي؟ انت تقريبا كنت قاعده من غير عفش. ايوه، كنت قاعده على البلاط اول ما بدات. وحابه اشكرك برضه هنا في البرنامج ان انت كنت من اول الناس اللي دعمتني على السوشيال ميديا. طبعا ابتديت يعني من تحت لحد ما بقيت الشيف زوبة دلوقتي. شويه بشويه مليت بيتي وفرشت بيتي. كان عندي سين وعندي ترابيزه واربع كراسي بس. تمام. دلوقتي بيتي كله مليان. انا بشوف ما شاء الله. بصي، اللي عجبني اكتر من ان انت مليتي بيتك وان انت طورتي من نفسك، وكنتي بتعملي حاجات صغننه قوي، ودلوقتي عندك مشروع اكل بيتي وبتعملي اكل في البيت، وناس كتير يعني بيحاولوا ان هم يفرحوكي قوي. انت فعلا ان اكلك حلو وشكل اكلك اصلا يعني. بصي انا بقعد ابص للحماميه يا بنت، ايه الحماميه دي؟ ده قربت تشير يا بنت من حلاوتها. وطول الوقت بتدعم نفسها نفسيا. ايه حلاوه شيف زوبه. بصي انا بعمل كده على ايه العسل ده يا شيف زوبه. طاقه ايجابيه بتتحرك. اللي كان عاجبني اكتر من ان انت رايحه طول الوقت لحته حلوه، ان انت راضيه. الحمد لله. يعني غيرك ايه ده انا ما عنديش كذا وغيري عنده لا، انت كنت عندك حاجات بسيطه جدا، وبيتها باين في الفيديوهات هو فاضي، فرحانه، بتدي لنفسها طاقه ايجابيه طول الوقت، راضيه جدا باللي هي فيه. الحمد لله. ايه سر الرضا ده؟ يعني انا عايزه اعرف انت
الرضا مش مختلف عن الطموح، يعني الرضا ده حاجه انا راضيه بس انا بطمح لكذا، صح؟ لا انا كنت راضيه طول الوقت ولحد دلوقتي راضيه، عشان عارفه ان ربنا طول ما انت راضيه على ما بتعترضيش على اي حاجه اديهالك، فهو بيزيدك. بيديكي في الاخر، وبيديكي من وسع، فاهمه؟ فالحمد لله التاني حب الناس، والحمد لله الناس بتحبني وبقيت مشهوره، والحمد لله بقى عندي مشروع الخاص بيا، يعني مش عايزه حاجه تانية، عايزه ايه تاني؟ لا يعني انت هتوصلي لاكتر من كده، إن شاء يعني الله. انا متاكده ان في يوم من الايام الشيف زوبه هيبقى عندها مطعم الشيف زوبه، انا متاكده، انا ما عنديش شك في ده، انا يمكن شايفاه لك لقدام، مش لانها عايزه، لانها مجتهده. بامانه انا بشوف اجتهادك في كل حاجه، ما بتوقفيش، وانا كنت دايما اقول سر الخلطه بتاعت الناس اللي بتنجح، هو راضي باللي هو فيه، طموح للي هو عايزه، مجتهد مهما حصلت ظروف، مكمل. ايوه. فانت كده. الحمد لله. انت عندك مأساويات، كتير قوي. انت حزن، بصي بتعيطينا وتبسطرينا وتضحكينا وتطلعي حد يضايقك تلبيه متابعاكي، انا متابعاكي حبيبتي. انت عندك فعلا فعلا انا بشوف ان انت متجاوزه حاجات كتير قوي. قولي لي اول فقره اللي هي الفتره الوحشه اللي في حياتك اللي هي انفصلتي فيها. هقول لك، انا لما طلعت على السوشيال ميديا انا ما لقيتش حد يدعمني خالص من الناس اللي حواليا. لما طلعت ابو ابني كنت المفروض واخداه عن قصه حب، تمام، وكنت حبس 15 سنه بعد ما انا اتجوزته بسنه. كان ابني عنده ساعتها 4 شهور، سابني واتحبس 15 سنه. كنت مستنياه كوامل. استنيته 12 سنه كوامل لحد السنه من السنه كامله، يعني قصدها السنه كامله 12 سنه. وكنت طلعت بقى ما لقيتش حد من الناس اللي هم يخصوه يتعبني خالص، او ان هو حد يصرف عليا انا وابني، فاضطريت ان انا اشتغل، تمام، عشان تصرفي على نفسك وعلى وعلى ابنك. كده 12 سنه دي بشتغل اصلا. تمام. ابني بقى كنت بعدين رحت طلعت على السوشيال ميديا عشان ابيع اكتر اكل بيتي واكبر نفسي، فكون بقى هوصلوا له ان انا بعمل حاجات مش كويسه على السوشيال ميديا، وانا انت اكيد عارفاني من الاول انا طالعه باحترام الحمد لله، يعني لحد دلوقتي مشروع باحترام وادب واخلاق، تمام. بقى لما عرف اتفقوا بعتوا لي ان هو اول ما يطلع هيطلقني. متخيله انت 12 سنه محرومه من الخلفه ومحرومه من كل متع الحياه، انت بس بتضحي ومتحمله مسؤوليه كامله، اوكي. فكده طبعا رحت اتاكدت، فعرفت ان هو صح هيعمل كده، فانا رحت خلعته، مش عشان انا مش عايزه استناه ولا مش عايزاه، عشان خاطر قلت كرامتي، فاهماني؟ 12 سنه ولسه لما يطلع هيبقى يطلق. طب كمان بعد 3 سنين كمان. فانا قلت خلاص بقى طب واحنا على ايه؟ وما طلقتش عشان اتجوز ولا الكلام ده، طلقت عشان قلت كرامتي. لحد دلوقتي انا بقى لي سنه متطلقه. بس الفتره دي كانت صعبه عليكي انت جدا اكتئاب بقى وحكايات، بس انا كنت بالفيديوهات اللي انا بعملها كنت بحس ان انا بدي طاقه ايجابيه لنفسي، وحب الناس ليا والكومنتات الايجابيه كانت بتديني طاقه. كنت بقى لما طلعت سوشيال ميديا اتعرضت. انا فاكره ان في الفتره دي انت قلتي ان اهله وصلوا له ان انت بتعملي فيديوهات مش لطيفه على السوشيال ميديا، مع ان انا كنت يعني انت ولا مره انا شفتك ان انت بتهزي حتى، لا خالص، فاهمه؟ يعني حتى بتطلعي تعملي محتوى اكل. أيوة. ودايما لبسها يا جماعه بنفس المنظر ده. يعني هي مستنيه وصبره ومستنيه قصه حبها وناس ايه ده، ايه فعلة الخير دول؟ والله ربنا يقدركم على فعل الخير ان شاء الله في جهنم الحمراء اللي تترموا فيها ان شاء الله. الله العظيم. انا ببقى قاعده بتفرج ومتفاعله ومتعاطفه معاكي جدا. تجاوزتي المرحله دي وعايزه اقول لك ان انت اتنقلتي من المرحله اللي انت كنتي حصلت لك الازمه دي فيها للفتره اللي بعدها. انا حسيت ان حياتك اختلفت. عارفه لما تحسي ان واحد بقى انتوا عملتوا كده فيا، طب انا بقى رايحه في حته ثانيه، طب خد دي خد انطلقتي في حته ثانيه الحمد لله. يكون طبعا برضه لما انا اتطلقت قالوا هي اتطلقت عشان تتجوز وتخلف، والكلام ده ما حصلش خالص. وانا يعني خدت قرار بيني ما بين نفسي ان انا اتكفل بطفله صغيره. سر السعاده بقى انا بشوف ان انت سعادتك في ان انت عندك حنان زياده عايزه توزعيه على بالظبط، عشان محرومه من الخلفه. لا انت عندك ابن، انت عندك حنان زياده. ايوه انت عندك حنان زياده، انت تكفلتي بطفله
وكنا معاكي في اجراءات الكفاله بتاعه الطفله لسه ما استلمتهاش بقى. فانا كاتني نوى باتو تي نوره. هي تحكي لك بقى انا قابلتها نوره، ازاي. احكي لي انت قابلتي الشيف زوبه ازاي وبتساعدك في ايه، وانت ليه قاعده معاها هي ومامتها؟ انا ابويا ومرات ابويا كانوا مرميني، كل ما حد يشوفني في الشارع ياخدني يروحني لاهلي ويحبسوني ويضربوني ويقولوا مش عايزينك ويرموني في الشارع. رحت انا بقى ايه، رحت القسم مرتين عملت محضر، قلت له حد ثابت ابويا مبهدلني ومولع لي في حاجتي ومات ابويا وياكلوني وبيشربوني ومقعدوني طول النهار من غير اكل وشرب، ولا بيشربوني ولا بيعيشوني وانا مش عارفه اعمل ايه. الظابط قال له طب ليه تعمل كده في بنتك؟ قال له اصل انا مش عايزه. قال له مش عايزه تعمل في بنتك كده؟ قال له لا اصل دي مش عايزه. راح بقى ابويا لما رماني بره قال لي مش عايزك. قعدت 3 شهور بره. واحد انت فاهمه بقى، جه واحد لما جيهم بقى خدوني الدكتور لقوني زي ما انت فاهمه. جيت بقى انت فاهمه، ابويا قال لي ما تخشيش البيت مش عايزك. انت قعدتي في الشارع؟ ايوه ما هي كانت في الشارع انا كنت في الشارع ما من ضمن ابويا، والجيران قالوا بيضربوها وبيبهدلوها. قعدت بقى 3 شهور بره. ابويا بقى لما كان عارف ان انا بره قال لي مش عايزك. قال انا عارف ان انت بره ومش عايزك ما تخشيش البيت. لقوني انا على الرصيف دول راحوا واخديني عادي مش عايزيني ولا ابويا. كنت بقعد طول النهار ولا من اكل ولا شرب ولا بستحمى، كنت بقعد كده طول النهار لغايه بالليل. حاجتي ما عارفه اقوم نايمانه على البلاط وابويا ما بيتكلمش. واللي خدك معلش اللي خدك من الشارع ده خدك نوع احكي لك قصه خدوكي ازاي وحصل فيكي. اللي خدوكي دول خدوكي ازاي؟ هما لقوني في الشارع قالوا لي تعالي لحد يعمل فيكي حاجه، خدوني قعدوني معاهم. وبعد ما قعدت يومين لقيت بقى جثه كده. جت بقى مراته بحكي لها قالت لي ده هو ما عملكيش حاجه، انت كدابه ومش كدابه. يعني واحد ومراته؟ ايوه ده اولاد الحرام ما خلوش قالوا ولاد لي ده انت الحلال كدابه. رحت بقى ايه بحكي لابويا ومرات ابويا. راح ابويا قال لي طب تعالي وريني بيت. راحت الدكتوره بتقول لي ده واحد. طلعت عمتي وقفت مرات ابويا قالت لها ده واحد. يوم بقى ثاني يوم بيودوني للدكتوره. طب معلش ايه بس انت عندك مأساة. ايوه راحوا بقى اهلي ايه. رحتي للست دي ازاي؟ لقيتني على الرصيف مرميه. بتقول لي انت مالك؟ قلت لها انا ابويا راميني في شقه مش عايزني. قالت لي طب تعالي طب فين بيتك؟ قلت لها انا عارفه بيتي اوريهولك. رحت لبيتي بتكلم مرات ابويا بيكلموا اهلي قالوا لهم دي مش لازمه انا مش عايزينها. خدناها بقى. راحت بقى الجيران قالوا طب يضربوها وكانوا بيبهدلوها يعني انت لقيتيها خدتيها أسمع. بعد بغض النظر بقى هي راحت ورجعت لابوها وانت عرفتي اتاكدتي ان باباها مش عاوزها وبيضربها جابوا له وبيبهدلها الصوره منه. خدتيها. انت شايفه ان سعادتك في ايه؟ انت دورتي على شغفك بغض النظر عن قصه اللي انا شايفاها قصه نجاحك. انت ممكن ما تكونش وصلتي لاكبر حاجه في الدنيا بس انت ناجحه بالمقاييس بتاعه البني ادمين. انت ناجحه حولتي حياتك بقيتي تساعدي الناس. انت شايفه ان سعادتك في ايه يا شيخ؟ سعادتي ان انا اسهر طول الليل اعمل اكل واروح اوسعه على الناس اللي نايمه تحت الكباين والناس اللي قدام المستشفيات. دي ابسط احسن لحظه في حياتي. يعني انا بشتغل بالنهار اكل بيتي. يعني انت سعادتك في اللي انت بتقوليه ده اللي انا بشوفه كتير اصلا في فيديوهاتك بالاضافه انك تتبني ناس انت شايفاهم ان هو حياتهم متدمره. الست دي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. مش لازم تبقى سعادتك في الفلوس، انت ممكن تبقى سعادتك في حاجات انت بتفرح بيها، ممكن ما تبقاش ليها اي حاجه غير ان انا فرحانه وانا بعمل كده. الست دي لقيت معنى السعاده. كل واحد يدور على الحاجه اللي بتسعده مش الحاجه اللي المجتمع شايفها ان هي نجاح. صح. اشوفكم الحلقه الجايه من حيله.